السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل ظروفنا الاقتصادية واللي زي ما انتم شايفين الأسعار عاملة ازاي، بطلنا خلاص نكلم الستات عن التوفير. احنا كلامنا دلوقتي كلامنا للرجالة، لكل راجل متحمل مسؤولية. ربنا يعين كل راجل على مسؤوليته. طبعا الراجل متحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، واحنا كلنا عارفين ده. وكمان الست متحملة مسؤولية جامدة، ولادها وتربيتهم وبيتها ودروسهم وتعليمهم. ربنا يقوي كل واحد على حاله. انا هالة النجار ودي قناتي، واتمنى لو اي حد يستفيد لو بحاجه واحده هبقى سعيده جدا جدا. اللي حابب يتابع فيديوهات كتير عن التوفير يتابع قناتي، لاني بقدم محتوى الحمد لله الحمد لله بفضل من ربنا. بقدر اساعد بيه اي حد بيبدا حياته او حد مش عارف يعمل ميزانيه لبيته. كلامنا النهارده للرجاله، وده كلام مهم جدا. احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان كانت اول خطوه ان انت لازم تكون متفق مع مراتك على كل حاجه، واللي ما شافش الفيديو يا ريت يشوفه. الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا. اهم حاجه ان انت زي ما اتفقت مع مراتك تقعد مع ولادك وتشاركهم كل حاجه. ولادك يشاركوك في كل حاجه، في كل قراراتك. احنا دخلنا قد كده، والدخل ده هنعمل بيه كذا وهنعمل بيه كذا وهنعمل بيه كذا. وطالما بتشاركهم هيبقوا هم مقدرين، عندهم احساس بالمسؤوليه ومقدرين الظروف اللي انت فيها. يعني لما تقول لهم انا الحاجه الفلانيه دي مش هقدر اجيبها زي ما كنت بجيبها على طول كل يوم، هجيبها مثلا كل اسبوع، في الاسبوع مرتين. نفترض فرضا انت كنت بتجيب 3 4 اصناف فاكهه. طب يا جماعه انا مش هقدر اجيب غير صنف واحد بس. كل واحد طبعا، كل بيت غير التاني. فانت لازم تقعد معاهم وتشاركهم كل حاجه انت هتعملها. في الحاله دي هتبقى سهل ان انت تعمل بعد كده الميزانيه، وسهل ان انت ترتب امورك في ان الدنيا هتمشي ازاي. طبعا انا مش بقول لك ان مراتك مش هتشيل معاك مسؤوليه مصروف ولا الكلام ده، لا هتشيل معاك مسؤوليه مصروف. بس انت هترتاح من كلمه واحده بس. السؤال اللي دايما كلنا بنتساله، هتاكل ايه النهارده؟ انت كده ارتحت من السؤال ده. ليه بقى؟ عشان انا عندي فكره. الفكره دي ان شاء الله باذن الله محدش طرحها قبل كده على اليوتيوب. الفكره دي متجربه وناس كتير مجربها وحلوه جدا. الفكره دي ان انت هتجيب 30 وجبه، وجبات الشهر كله. احنا عندنا 30 وجبه. ال 30 وجبه دول وجبه غدا. طبعا احنا بنتكلم على الغدا لان هي الوجبه الاساسيه. هتجيب، انتوا بتحبوا اكلات ايه؟ في ناس بتحب تطبخ، في ناس بتحب اكل نواشف، على حسب انت بتحب ايه. بس اهم حاجه الاسبوع يكون متوازن. هنتكلم بقى بالتفصيل بعد كده في الميزانيات دي هنعملها ازاي. بس انا بتكلم بحط خطوط عريضه في الفيديو ده النهارده ان احنا هنأسس الدنيا هتمشي معانا ازاي. 30 وجبه دول وجبات الغداء، وهتجيب حاجات الفطار وهتجيب حاجات العشاء. يبقى انت كده بند الاكل خلاص خلصناه. هتمشي اسبوعي، في مصروف اسبوعي هيطلع. هقول لك هتعمله ازاي ان شاء الله باذن الله. المصروف الاسبوعي ده هتديه لمراتك، هي اللي هتتحمل مسؤوليه مثلا الخضار والكلام ده. لو انت ما تعرفش، لو هي ما تعرفش، انت اللي هتشيل المسؤوليه دي. معلش بقى، لازم تستحمل عشان نوفر وعشان تقدر تكسر قرش. لو تقدر، عايز جمعيه، عايز مصاريف مدارس ولاد. في ناس مدخله مدارسها ولادها في مدارس غاليه. في مصاريف كليات، في مصاريف دروس. انا عارفه ان دلوقتي مصاريف الدروس والفواتير عايزه اقول لكم بتاخد اكتر من الاكل والشرب. بس احنا بنحاول نقتصد، بنحاول نرتب امورنا في كل حاجه. بعد ما كده خلصنا خلاص الاكل، انت كده اتفقت معاها على الاكل كله. اتفقت هنفطر ايه، هنتعشى ايه، سندوتشات الولاد هيتاخدوا ايه، لانش بوكس، الكلام ده كله على حسب طبعا كل اسره، على حسب اعمار ولادها. هنتكلم بالتفصيل بقى، هنعمل كذا ميزانيه الفتره الجايه. هنتكلم فيها ايه تقدر تعمل ايه. كده خلاص خلصنا بند الاكل. هنخش بقى على بند الفواتير. بند الفواتير دي مسؤوليتك. الحاجات الشهريه كلها مسؤوليتك انت. انت هتطلع الفلوس دي، هتجنبها على جنب خالص. هتطلعها من الدخل الاساسي. كده اتفقنا. وزي ما طلعت الفواتير من الدخل الاساسي، هتطلع الفلوس دي منسيه. اي مبلغ. لو بص، انا ما بقولش دلوقتي مبلغ معين عشان ما بحددش. انا مش محدده ميزانيه النهارده. انا بتكلم بصفه عامه، اساسيات بصفه عامه لازم كلنا نعرفها. في حال انت كده راكن الفلوس دي على جنب، مركونه، ما بتقرب لهاش خالص، بتنساها بمعنى اصح، وطلعت فواتيرك وطلعت حاجاتك. انا بقى عشان تعرف ان انا يعني انا مع كل راجل شقيان، عشان انا واحده ست بشتغل ومجربه يعني ايه ان راجل. بشوف الراجل بيتعب قد ايه بره، بشوف الراجل بيتعب قد ايه في شغله وفي مواصلاته في كل حاجه مرهقه. فلازم تشيل لنفسك انت من الفلوس دي مصروف ليك انت على جنب. المصروف ده يبقى مصروف بتاعك انت. برضو احتاجت معاك فلوس وانت راجع. طبعا الستات بتزعل مني لما بقول ان احنا الراجل يركب مصروف لنفسه على جنب، بس هي دي الحقيقه ان لازم يكون معاه فلوس وبزياده كمان. الفلوس ديت من ضمن، ممكن تخلي معاك الفلوس اللي احنا شايلينها على جنب ديت من ضمن، تخليها من ضمن مصروفك الشخصي، بس ما تصرفهاش.
هي معاك امانه، امانه لحد اخر الشهر، بس ما تصرفهاش. هقول لك هنعمل فيها ايه بعد كده. مصروفك الشخصي بقى انت هتشيله على جنب بتاع الشهر كله، وتقسمه انت مع نفسك، قسمه يومي. قسمه يومي بحيث ان انت الدنيا ما تبوظش منك برضو. كده كل حاجة احنا مرتبينها مع بعض. الفترة الجاية بقى هنزل لك ازاي تقدر توازن بين كل حاجة، وازاي ما تحرمش البيت من اي حاجة. وان شاء الله بإذن الله مع بعض ان شاء الله بإذن الله هنوصل لنتيجة كويسة ان شاء الله. وما تنسونيش من صالح دعائكم، وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ييسر لهم امورهم ويثبتهم. ويا رب اكون افدتكم، ولو افدتكم يا ريت ما تنسونيش من الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعكم، وتعليقاتكم جميله اللي دايما بحبها طبعا، وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر. وان شاء الله انا هبقى معاكم، واي حد عنده اي استفسار، اي حد عايز ميزانيه معينه يسيب لي كومنت، وانا ان شاء الله اعمله الميزانيه اللي هو عايزها. وربنا يعين كل واحد على حاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.